لكل اللي بيدور على طريقة حلوة للبانيه. نسيبكم بقى البانيه المقلي ده بانيه مشوي بأسهل طريقة، تتبيلة سهلة جدا، والخضار اللي معمول ده تحفة. أسهل طريقة والطعم روعة، طعم البانيه جوسي والخضار طعمه تحفة. سمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه في الوصفة بتاعت النهاردة. بجيب هنا عندي كده بولة أو أي حاجة عندكم، بنزل بيها في بعصيرتين باتنين ليمونة معصورين، ده عصير 2 ليمونة. تمام. البهارات بقى بكون محضراها من كل حاجة، نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة من الثوم البودر والبصل البودر والكاري برضو نص معلقة صغيرة. من كل حاجة زي ما قلت لكم نص معلقة صغيرة. بكون محضرة البانيه غسله طبعا كويس بالليمون وعصر حبة كده من الدقيق، غسلتهم كويس وسبتهم يتصفوا. تمام. توم باودر، بصل باودر زي ما قلت لكم. طبعا بكون غسل البانيه وبسيبه يتصفى كده. دي بهارات بيضة اللي هي بديل الماجي، طعمها حلو وطبعا دي اختيارية. ده دبس رمان، معلقتين كبار من دبس الرمان. دي التتبيلة بتاعت البانيه المشوي النهاردة، اظن مفيش اسهل من كده. هقلب بقى المكونات دي كده كلها مع بعض. زي ما قلت لكم بكون محضره البانيه غسلاه ومصفياه. بجيب بقى هنا عندي البانيه ده حوالي كيلو من البانيه. وصفه النهارده للي بقى بيحب الدايت، الاكل الصحي، مشوها زي ما تمشوها. بصراحه هي بصراحه طعمها تحفه، انتوا لو جربتوها بالطريقه دي بتهيألي مش هتقلوه تاني. سهله وخفيفه وصحيه وطعمها حلو قوي. تمام. بنزل كده بالبانيه وبقلبه بقى في التتبيله الحلوه دي، وبسيبه بقى في التتبيله دي يعني نص ساعه ربع ساعه زي ما تحبوا. تمام. يعني كل ما يفضل طبعا في التتبيله اكتر يكون افضل يعني. تتبيله سهله وبسيطه. دبس الرمان لو مش موجود ممكن نستبدله بمعلقه عسل اسود. تمام. مش هتبان في الطعم، بس هي دي التتبيله بتاعته هتخلي طعمه روعه. بقلب كويس في التتبيله وبسيبه بقى زي ما قلت لكم ربع ساعه ونص ساعه. بنسيبه شويه كده في التتبيله قبل ما نشتغل بيه. تمام. نركنه كده في التلاجة. طبعا نخلي التتبيله تخش فيه كويس كده في كل البانيه زي ما انتوا شايفين كده. بجيب بقى عندي جريل او اي طاسه عندكم ما بتلزقش، مش شرط جريل. بنزل بيها كده بحوالي 3 معالق من الزيت. بصوا بقى، هما ال3 معالق دول هما دول اللي هستخدمهم طول الوصفه. 3 معالق من الزيت. هوريكم دلوقتي ازاي هيبقى طري معانا وجوسي. تمام. انا هنا نزلت بالبانيه زي ما انتوا شايفين كده، ياخد لون بس كده معايا حلو على كل جنب كده 3 4 دقايق. هوريكم دلوقتي ايه اللي هيخليه، يعني في ناس بتعمل بانيه مشوي بيكون ناشف، هقول لكم دلوقتي ازاي هنخليه طري وطعمه روعه. بقلب بقى البانيه كويس لغايه ما ياخد لون زي ما انتوا شايفين كده، من الجنب ده ومن الجنب ده. بكون بقى انا بستنى لغايه ما اخلص البانيه كله لغايه ما ياخد درجه حلوه كده ولون حلو على الجنبين. بكون محضره خضار، اي خضار بقى عندكم. انا كان عندي فلفل الوان وبصلايه، ما كترتش في الخضار. ممكن تحطوا طماطم لو عايزين. انا حطيت فلفل الوان وبصلايه. طبعا قطعتهم كلهم كده جوانح، هتشوفوهم دلوقتي. ادي كده البانيه. اتاكد كده ان كله خد وش وخد لون حلو كده. بكون محضره طبعا الخضار. بشيل بقى كده كل البانيه اللي انا شويته. بكون بحضره بقى الخضار جنبي. طبعا الخضار زي ما قلت لكم زي ما تحبوا. انا كنت عامله فلفل الوان وبصلايه بس، متقطع كله تقطيعه مقربه لبعض. بركن بقى كده القطعتين دول كده على جنب، وبجيب عندي الخضار اللي انا مقطعاه. طبعا بكون بحضره الحاجات دي كده قبليها جنبي
طبعا ما بتاخدش في ايديكي يعني دقايق الوصفة كلها على بعضها، طبعا بخلاف التتبيلة لو سبتيها شوية في التتبيلة. عايزة اقول لكم انا جربت طرق قبل كده للبانيه المشوي، بس دي اطعم طريقة، هيبقى معاكم طري وطعمه تحفة. بكون محضرة طبعا الخضار زي ما قلت لكم كده، بصلاية وسط، 2 من الفلفل الالوان، طبعا لو متوفر اي نوع فلفل عندكم، فلفل العادي الاخضر، تمام. الخضار برضو عايزين، في ناس ممكن تحط جزر كمان مبشور زي ما تحبوا. انا نزلت هنا بالخضار ده وحطيت حبة ملح صغيرين وحبة فلفل اسمر، بشوحهم بقى لمدة دقيقتين 3 كده. يعني انا مش هخليه يدبل، يعني برضو لسه محتفظ باللون بتاعه، تمام. بشوحه بقى كده حلو على الجريل بنفس ال3 معالق زيت اللي انتوا شفتوهم في الاول، هم اللي هنكمل بيهم بقية الوصفة. عشان كده بقول لكم البانيه ده فعلا صحي وطعمه روعة فعلا. بقلب بس كده البانيه لمدة يعني زي ما قلت لكم من دقيقتين ل3، ياخد بس لون، ما يتبلش معايا، ومكون محضرة كل البانيه اللي انا كنت شاوياه، ياخد بس كده لون معايا. شكل الخضار اصلا تحفة. بنزل بقى بالبانيه كله وبسيبه لمدة دقيقتين 3، تمام، مع الخضار، وبغطي كده وغطي خالص على النار. بعد دقيقتين 3 هتلاقوا البانيه المشوي ده كله بقى طري وجوسي، طبعا واخد لون حلو مع الخضار اللي اتشوح وخد لون، تمام. هيطلع معاكم روعة. الخضار طعمه تحفة فعلا مع البانيه. بنزل كده بيه في طبق التقديم. انا شايفاها دي انسب واطعم فكرة للبانيه المشوي، مش هيطلع معاكم ناشف. فكرة الخضار وهو بيتشوح معاه هتدي طعم حلو قوي ليه، ومش هيبقى ناشف معاكم، بالعكس هيبقى طري وجوسي، وطعم الخضار هتلاقوه مميز ما شاء الله. بصوا ادي كده الطبق كده خلصناه، ما شاء الله والله انا مش ببالغ، بس فعلا الطعم روعة. طعم البانيه المشوي دي احلى طريقة انا جربتها للبانيه المشوي، ما شاء الله. الشكل والطعم تحفة. يعني لو في اي عزومة عندك وحابة تعملي الطريقة دي هتنفعك جامد وكله هيشكرك عليها. بصوا المنظر والشكل في الاخر، ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده روعة والله. بصوا شكل البانيه من بره كده واخد لون حلو ومن جوه جوسي ما شاء الله. لو الوصفة بقى عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، سلام.